سمعت قبل كده كتير إن الطفل بيورث الذكاء من الأم. طب إيه التفسير العلمي للموضوع ده؟ وهل الموضوع ده حقيقة فعلا؟ وهل لو الأم ذكية جدا والأب ذكي جدا بالنتيجة الطفل لازم يكون ذكي؟ طب هل لو الطفل ذكي البيئة اللي حواليه ممكن تأثر عليه؟ كل الأسئلة دي هرد عليها. أنا دكتورة مرة البرلوسي أخصائي الأطفال وحديث الولادة، وأكلمك عن ذكاء الطفل وعلاقته بالجينات. أول حاجة، الطفل بيورث الذكاء من الأم، لأن العلماء لقوا إن الجينات بتاعت الذكاء بتحمل على كروموسوم إكس اللي هو بيجي من الأم. طب هل الموضوع ده أكيد؟ هم العلماء لسه بيبحثوا في دراسات عن الموضوع ده. طب الطفل اللي أبوه وأمه أذكياء جدا، هل هو بالطبيعة لازم يكون ذكي؟ لا، هو مش شرط يكون ذكي. ليه؟ لأن الذكاء بيأثر عليه حاجات كتير جدا، بتأثر عليه البيئة المحيطة. يعني لو الأم والأب أذكياء جدا والطفل حتى مولود ذكي جدا، 40 ل 60% نسبة ذكاء اللي هيورثها من أهله. والباقي بيأثر عليه البيئة اللي هيتحط فيها. لو هو في بيئة فقيرة من المحفزات، وأنا بأكد على فقر المحفزات مش الفقر عموما، فالطفل الذكاء ده مش هينمى. يعني لو انتي سبتي طفلك دايما قدام التلفزيون من غير تفاعل، من غير ما تتكلمي معاه، فالطفل مش هيبقى مش هتقدري تنمي ذكائه، لأن هو بالتالي مفيش أي تفاعل اجتماعي في حياته. طيب، هل ابنك لو اتكلم بدري ده معنى ان هو ذكي؟ لا، هو ملوش اي علاقة. الطفل المتأخر في الكلام ملوش علاقة بالذكاء نهائي. في اطفال بتنمو في صمت، يعني ممكن يكونوا فاهمين كل حاجة، بس الكلام فقط او التعبير فقط هو المتأخر عنده، لان التفاعل الاجتماعي في اللحظة دي متأخر. طب احنا نعمل ايه؟ أول حاجة، لازم تكلمي ابنك باستمرار أو بنتك باستمرار. لازم يبقى فيه تفاعل مع المحيطين حوله. لازم تلغي قبل السنتين، زي ما الجمعية الأمريكية لطب الأطفال قالت، قبل السنتين مفيش أي شاشات، عشان هتأثر على نمو الطفل وتفاعله مع المجتمع، وهتأثر كمان على الكلام، وهتأثر على الذكاء. طب هو الطفل الذكي بس اللي بيجيب مجموع عالي في الدراسة؟ لا، هو الطفل الذكي ممكن يكون في طفل بيجيب مجموع عالي جدا في الدراسة، بس هو مش ذكي، هو متفوق أو بيحاول إن هو يذاكر كويس، فبالتالي بياخد نتيجة كويسة. الطفل الذكي ممكن ما يكونش شاطر في المدرسة، بس ذكي جدا، زي أينشتاين ما كانش شاطر في المدرسة بتاعته. طيب الذكاء ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن فهم، تحليل الأمور اللي حواليه، حل المشكلات. يعني تلاقي الطفل بيعرف يجيب حلول للمشكلات. تلاقي الطفل عنده مشكلة فقال لك أنا هخترع حاجة تحل المشكلة دي. وده بالتالي الطفل اللي دايما عنده منطق في حياته، اللي بيعرف يحل أي حاجة هتلاقيها، ده الطفل الذكي. الذكي مش شرط يكون شاطر في المدرسة. الطفل الذكي اللي بيعرف يحل الأمور، بيعرف يفهم اللي حواليه، بيعرف يتعامل مع المواقف المختلفة. الذكاء مجموعة من القدرات، مش بس القدرات الدراسية. في طفل عنده ذكاء اجتماعي، بيعرف يتعامل مع الآخرين. في طفل عنده ذكاء بصري، بيعرف يحفظ الأشياء المختلفة. يعني انت تقدري لو وريتيه مثلا 100 صورة يقدر يحدد أماكنها، يقدر يحفظها، يقدر يحفظ الكتاب عن طريق الذاكرة البصرية. في طفل لغوي، بيقدر يحفظ ما بي بس الفهم عنده أقل. طيب الذكاء له علامات مختلفة. الطفل اللي بيسأل كتير ده طفل ذكي جدا، لأنه بيبقى عايز يعرف كل حاجة حواليه. فتفاعلي معاه باستمرار، وردي دايما على اسئلته، ما تسيبهوش وتقولي له لا ما اعرفش او تريحي دماغك. الطفل اللي بيلعب لعب حر افضل مليون مره من اللي بيلعب داخل المنزل او العاب الكترونيه او العاب محدده. اللعب الحر بينمي الذكاء. الطفل اللي بتتفاعلي معاه من اول يوم وتكلميه، اللغويات عنده هتبقى أفضل، الكلام عنده هيبقى أسرع، لأن الطفل بيتفاعل لغويا بالكلام. وفي دراسة اتعملت في جامعة هارفارد لقت إن التفاعل اللغوي بينمي مناطق معينة في المخ لها علاقة بالفهم، فبتؤدي لزيادة ذكاء الطفل. فأنت لو تفاعلتي لغويا مع الطفل من أول يوم، ده بينمي ذكاء الطفل. في بقى شوية خرافات لازم تنسيها. إن الطفل الذكي بيتكلم بدري، ده غلط. ان الطفل، ان الاهل اللي هم الاذكياء جدا لازم يخلفوا طفل ذكي. لا طبعا، في حاجات تانية بتأثر على الذكاء. طب ازاي ننمي ذكاء الطفل؟ هل انتي كنت تعرفي ان الرضاعة الطبيعية بتأثر على ذكاء الطفل؟ بتأثر على ذكاء الطفل، لان فيها احماض دهنية بتأثر على نمو الدماغ عند الطفل. اتفاعلي مع ابنك من اول يوم وتكلمي معاه باستمرار، هيؤدي الى نمو ذكاء الطفل. الالعاب التفاعلية زي الفك،
التركيب، التلوين، التقليد، كلها ألعاب مهمة جدا بتنمي ذكاء الطفل. وما تنسيش ليه من قدام الشاشات. وفي النهاية عايزة أقولك إن الذكاء ده حاجة مش مضمونة، ما تبقيش واثقة منها إلا لو انتي زودتيها بالتفاعل، بالحب، بالفهم، ان انتي تنميها علشان تكبر تحطي الطفل في بيئة مميزة له. في اطفال كتير جدا ذكائهم بيبقى محدود، بس بالحب وبالتفاعل وان هم يتحطوا في البيئة المحفزة بتلاقيهم نما ذكائهم اكتر من الذكاء اللي هم موجودين عليه. ما تنسيش تعملي سبسكرايب وشير علشان تفيدي كل الامهات.